لكن مع ذلك أنت الآن أحمد دلباني تتحدث عن بما معناه استقلالية الاشتغال الفكري عند أركون. ولكن مع ذلك يبدو لي أن أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية أثرت في سؤال أركون حول ماهية الدين وعلاقته بالسياسة أو الاستثمار السياسي في الدين، بمعنى أنه مهما يكن لا يمكننا تصور مفكر معلق في الهواء. أكيد. يعني ما علاقة أركون بالدين كاستثمار في التجارة السياسية إذا صح التعبير، انطلاقا بطبيعة الحال من 11 سبتمبر. دكتور فتحي، أركون اصطدم بواقع معين أو هناك حدث تاريخي جعله يعيد التفكير. هو ما نشره في جريدة لو موند سنة 1989 والضجة والردود الفعل العنيفة ضده التي وردت من قبل الغرب الفرنسيين. هذه الأولى. الثانية، فجعلته يعيد التفكير حتى في الحداثة، حتى في المقولات التي يدعيها الحداثيين. بالنسبة لأحداث سبتمبر، هنا لابد أن نستحضر بيير بورديو كمرجعية من مرجعيات أركون، وتحديدا نستحضر مصطلح الرأسمال الرمزي والتلاعب بالرأسمال الرمزي واحتكار الرأسمال الرمزي والحديث باسم الرأسمال الرمزي، أين يصبح الدين أداة للتلاعب بين من يحتكره ويمنع الآخر منه. لذلك ففي الكتابين الأخيرين أو في الكتب الأخيرة نتاعو، خاصة الكتاب اللي صدر مباشرة بعد أحداث سبتمبر، هو كتاب مع باحث لبناني يسمى جوزيف مايلا. هذا الكتاب هو ما وراء الخير من منهاتن إلى بغداد، من منهاتن بغداد، ما وراء الخير والشر، يعني إعادة طرح قضايا مفاهيم الشر والخير ومشكلة الدين والسياسة والتي كان قد طرحها بوش وقتها. نعم. لأن فوالا لو سو تيتر، هذا العنوان الفرعي للكتاب من كلام من بوش، رد على بوش. نعم. أيضا الكتاب الأخير الذي أعتقد بأنه جاء مناسبا ليكون آخر كتب أركون، اللي هو كتاب نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية. هنا أركون نجد أنه يتجاوز طرح ذات السابق، أين كان يقصر السياج الدغمائي على الذات العربية الإسلامية، أين يتحدث عن خروج الذات الإنسانية من السياج الدغمائي. يعني هناك أسياجات دغمائية عديدة، يعني نحن نعيش في سياج والآخر أيضا له سياجه الدغمائي، وهذا كله بحثا عن من جهة مفهوم الأنسنة الذي تحدث عنه الأستاذ دلباني، أيضا بحثا عن نوع من الأخلاق الكونية، لأن في هذا الكتاب يثير فكرة مهمة جدا، وهي انقطاع الفكر العربي الإسلامي عن البحث الفلسفي في الأخلاق، في فلسفة الأخلاق. يعني منذ مسكويه انقطع كما قلنا في المعقولية القروسطية ولا في الفترة المزدهرة من التاريخ الإسلامي، كان الحديث عن الأخلاق سواء في علم الكلام ضمن باب الصلاح والأصلح، هو مبحث أخلاقي، الحديث من قبل الفلاسفة، والحديث أيضا من قبل الأدباء، الأدب بالمعنى الواسع، الأدب الموسوعي، يعني كما مسكويه ولا التوحيدي ولا الجاحظ. ولكن أيضا هناك حديث عن الأخلاق ضمن ما يسمى بالأدب السلطانية، الماوردي وغيره. ولكن فيما بعد انقطع البحث عن الأخلاق، يعني بقيت بعض المواعظ والإرشادات يعني المسجدية أو التقليدية، فلا بد من محاولة لإعادة التفكير في مبحث الأخلاق، لأن أكثر شيء نحتاجه الآن، طبعا نستطيع أن نربط حتى بما يحدث حاليا، يعني القيمة الغائبة هي الأخلاق. صحيح. هي بالأخلاق التي أدت إلى تدمير الإنسان. نعم. دكتور أستاذ أحمد دلباني، يعني جئنا تقريبا على نهاية هذه الحصة، ولكن أريد فقط أجوبة بسرعة. ترجم أركون إلى اللغة العربية
وأعتقد أن أكثر ترجمات هي ترجمات هاشم صالح. يعني هل وصل الفكر الأركوني إلى القارئ العربي عن طريق هذه الترجمة؟ ألا يوجد عطب ما داخل هذه الترجمة؟ والله قبل أن أجيب عن هذا السؤال المهم دكتور، اسمح لي فقط أن أصحح نعم. شيئا. عندما قلت أنه أركون مفكر نقدي مستقل، شددت على الاستقلالية أو إحداث المسافة مع التمذهب الإيديولوجي. نعم نعم. وليس الاستقلالية تماما بالمطلق. مثل ما كان الجابري كان نعم. عضو في حزب. نعم. يعني انخراط. يعني أركون تقريبا حركته الأساسية هو أنه كان تفكيكيا، كان قريبا من السياسة. نعم. ولكن لم يكن والفكر التفكيكي تحديدا هو ماذا؟ فكر يراجع مسلماته دائما ولا يقع في أحبولة نعم. المذهبية فقط. مسألة الوصول. نعم. بالنسبة لوصول أركون، والله لا أعرف. الجامعات العربية يبدو أنها ما زالت مغلقة قليلا أمام أركون، ربما لحرج ديني أو سياسي. لا أستطيع أن أقول أنه أركون لم يفهم. أركون يقرأ الآن على نطاق واسع، وربما ترجمة الأستاذ هاشم صالح أو غيره هي ترجمات رائقة جميلة ومستوعبة. وقد أسر لي الأستاذ هاشم صالح شخصيا، قال لي إنني كنت أمضي ساعات وساعات صحيح. مع البروفيسور أركون فقط من أجل ترجمة اصطلاح واحد، ساعات وساعات. يعني كانت هناك ترجمات نوعا ما تقترب من الأمانة الكاملة والتامة. يعني تقريبا تسمح لي ترجمات هاشم صالح كانت باشراف اركون تماما. وهكذا قال لي مره هاشم صالح بانه كان يشتغل هذه الترجمات بالتعاون مباشر مع اركون، واركون عربيته عاليه على كل حال. عربيته عاليه، واركون كان حريصا على هذه الترجمات، كان يريد ان يصل الى القارئ العربي. اذا المشكل ليس في الترجمه بقدر ما هو فيما كنا نسميه بالفضاء المعرفي والفضاء السياسي ايضا. المشكل في الانغلاق السياسي والديني امام هذا الفكر الذي ما زال يعتبر خطرا الى اليوم، او يزعزع بعض التقاليد الراسخه. دقيقه برك، لان مشكله القراء يعني ليست مطروحه على مستوى اركون فقط، لان هناك مفكرين يكتبون بالعربيه وبعربيه رائعه وسلسه ومرنه، ولكن مقروئيتهم ضعيفه. الجابري مثلا، الجابري طوع اللغه العربيه لتقول كل يعني الكثير من الافكار الفلسفيه بطريقه ممتعه، ولكن هل الجابري يقرأ؟ يعني هل الجابري له جمهور كبير في العالم العربي؟ يعني مشكله هو وجود هو أو قطيعة بين النص الفلسفي ولا النص الفكري، النص النقدي والقارئ. نعم. لا، هو الدكتور يبدو لي أنه طبيعة الخطاب الفكري والفلسفي هو الخطاب ليس له طبيعة جماهيرية. صحيح. يعني حتى في فرنسا مثلا عندما كان يبيع جون بول سارتر 2,000,000 نسخة من الرواية، كان ميشيل فوكو يبيع 100,000 نسخة من كتاب فلسفي. حتى يعني ديريدا في دور نشر صغيرة يعني طبيعة الخطاب الفلسفي. ولكن هذا أيضا لا يعفينا من القول أن الخطاب الفكري أو الفلسفي هناك انغلاق أمام الخطاب، هناك ربما انغلاق سياسي أو ديني، وهناك أيضا تدني المستوى العام عند القارئ العربي وفي حتى في مؤسساتنا التربوية والتعليمية. نعم. إذا جئنا على كل على نهاية هذه الحصة المخصصة للمرحوم المفكر محمد أركون بمناسبة مرور 2 على وفاته، وأتمنى أن تكون هذه الحصة قد فتحت أيضا شهية قراءة أركون في الجزائر وفي العالم العربي. وقبل ذلك أريد أن أقترح على المشاهدين بعض الكتب المرتبطة بشكل من الأشكال بمحمد أركون. أعود مرة أخرى وأذكر بكتاب ضيف هذه الحصة الأستاذ فارح مسرحي، وهو الحداثة في فكر محمد أركون، وهو متوفر هذا الكتاب. وأيضا هذا الكتاب أذكر مرة أخرى بهذا الكتاب، وهو كتاب جماعي. ثم أيضا هذا كتاب كريم مروة، قراءات معاصرة في قضايا فكرية، أيضا هذا كتاب يقرأ. ثم أريد أن أقترح عليكم سيليبراسيون
لأدونيس، وهو كتاب شعري لأدونيس، ترجمة شعرية لأشعار أدونيس، ولكن تدخل فيه في هم الانشغال على الحداثة في صياغة الكتابة العربية. هذا كتاب المرحوم عمار بن الحسن، انتليجنسيا أم مثقفون، وهو أيضا عمار كان منشغلا كثيرا بأركون وما جاوره من المفكرين. هذا كتاب محمد أيد حمو، فضاءات الفكر في الغرب الإسلامي، وهو كتاب أيضا مهم جدا. ثم أيضا أريد أن أذكر بأعمال الفيلسوف عبد الله شريط، الذي طرح كثير من القضايا المرتبطة أيضا بالفكر وتحرير الفكر وتحرير العقل العربي، وهو أيضا ونحن نخصص له حصة من حصص الفهرس للدكتور عبد الله شريط. ثم أيضا هذا كتاب صدر أخيرا في باريس، وهو لنوفل إبراهيمي الميلي، Le Printemps Arabe, une manipulation. هذا كتاب مهم يقرأ، رؤية أخرى لما يسمى بالربيع العربي، صدر أخيرا بباريس. ثم هذا كتاب سيد قطب للدكتور محمد حافظ دياب، الخطاب والإيديولوجيا، كتاب مهم جدا في قراءة ظاهرة سيد قطب ومساره الفكري، مهم جدا في إطار الحديث عن هذه الحصة. هذا كتاب الجدلية التاريخية في القرآن الكريم للدكتور عيسى الحلح، وهي أطروحة الدكتورة أيضا مهمة جدا في تحليل خطاب القرآن الكريم، وقدم له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأيضا هذه مجلة الآخر في عددها الرابع، وهي مجلة يشرف عليها أدونيس. وفي هذا العدد هناك مقال لضيف هذه الحصة الأستاذ أحمد دلباني حول الثورة والديمقراطية في هذا العدد المهم جدا، وهو آخر عدد. إذن هذه بعض ما أردت أن أقترحه عليكم في هذه الليلة من كتب مرتبطة بالحصة بشكل من الأشكال المخصصة والتي خصصناها للمفكر الجزائري الكبير محمد أركون. مرة أخرى أجدد شكري وسعادتي في هذا اللقاء بالدكتور فارح مسرحي من جامعة باتنا، متخصص في أركون، وأيضا للمفكر أحمد دلباني أيضا المنشغل على الحداثة والمعرفة والخطاب الجديد. أما أنتم المشاهدين والمتتبعين، أقول لكم شعب يقرأ، شعب لا يجوع ولا يستعبد، وألقاكم يوم الاثنين القادم في حلقة أخرى من حلقات الفهرس من قناة الجزائرية. إلى اللقاء.